كان بيستضيفني دايما في جروبات الكوميكس والميمز والحوارات دي لما كان بينزل كوميك مش مفهوم لاغلبيه الناس يعني، فكنت بلاقي تعليقات من النوع بتاع ايه يا عم حتى الضحك صعبتوه علينا. حقيقه الجمله دي بشوفها من منظور الكوميديا السوداء، لانه يا مندمج الضحك حاليا بيجي صعب جدا، ونادر اما تلاقي حاجه بتضحكك بسهوله زي زمان لما كانت الضحكه مش بتفارقنا، انما دلوقتي الهموم هي اللي مش بتفارقنا. فبتجد ان الناس بتتجه لحاجه من اتنين، يا المخدرات والحشيش ولا مؤاخذه، وتدخل في سكه الادمان كحل ينسيك الهموم ويخليك تضحك في المطلق، او فيلم كوميدي ولا حرفيا في الوقت الحالي بيجي دمها سم وحاجه في منتهى السخافه، او جايز احنا اللي نسينا بنضحك ازاي الله اعلم بقى. بس حرفيا دي تعتبر حلول تقليديه جدا ومتوقعه، وانا عودتكم اني دايما باجي بالله متوقع. فبعد جو الدراما اللي حصل ده اسمح لي اخدك في سهره قصيره في مملكتي المندمج اللي شعارها اخدش كالنمر. يلا كده يا نمر جهز لي حالك واستعد. طيب جاهز؟ خلصان. في أواخر القرن ال18 تحديد في المملكة المتحدة كان في كيميائي وعالم إنجليزي اسمه هنفري ديفي. الراجل ده ليه اكتشافات عظيمة، فهو اللي اكتشف الصوديوم والبوتاسيوم على سبيل المثال يعني. المهم الراجل ده اكتشف غاز عديم اللون، وهو غاز أكسيد النيتروز أو أكسيد النيتروز. الغاز ده بعد اكتشافه استخدم في أكثر من مجال، فمثلا كانوا بيستخدموه في زيادة قدرة محركات السيارات في سباق السيارات، غير استخدامه في طب الأسنان كمسكن سريع المفعول وسريع التلاشي، يعني بيسكن بسرعة وبينتهي مفعوله بسرعة. طيب يا مندمج ايه علاقة البداية الدرامية اللي انت عملتها باللي انت بتقوله دلوقتي؟ وايه علاقه الضحك بالموضوع يا معلم؟ حلو جدا. بص يا مندمج، بعد ما استخدموا الغاز ده في الحاجات اللي قلت لك عليها اكتشفوا انه ليه تاثيرات غريبه. ايوه غريبه ازاي بقى؟ يعني دلوقتي يا مندمج الغاز ده بيتم استنشاقه، وبمجرد دخوله الجسم وجدوا انه بيعمل ابطاء للعقل، بيسبب استرخاء وهدوء. هتقول لي طب ما ده طبيعي زيه زي اي مسكن بيستخدم في اي عمليه طبيه، وعادي جدا يعني. عادي، بس اللي مش عادي انهم اكتشفوا انه بيسبب هلاوس سمعيه وبصريه، يعني بتسمع وبتشوف حياه ملهاش وجود، ويدخلك في نوبه ضحك هستيريه بدون سبب، تقعد تضحك ضحك هستيري غير طبيعي غير مبرر، ويكأنك يعني ايه ويكأنك دي زي ما يكون يعني بالظبط تحت مفعول المخدرات والحشيش او اي مشروب كحولي. وده اللي اثار ضجة الناس واثار فضولهم للتجربة، وكانت الناس بتستخدمه كنوع من الترفيه والضحك يعني، لانه رغم اللي بيسببه ما حدش قال انه له مخاطر او اي اثار خطيرة يعني. المهم الغاز بيكون محفوظ في علبة معدنية مضغوطة، بيتفرغ في بالونة ويتم سحب الهواء عن طريق الفم، وبعد كده هاتك يا ضحك بقى. وشاع جدا جدا استخدامه، حتى لما حاولوا يطلعوا له اي اثار جانبيه يجوا انه ملوش اي اثار جانبيه على المدى الطويل، كلها اثار جانبيه لحظيه بس، زي الهلوسه والدوخه والصداع. قال لك مش مهم، المهم نضحك. انجلترا تسكت بقى؟ لا. عملت دراسة على 100,000 واحد من مدمني المخدرات أو المخدرات، وجدوا ان 17,000 منهم استخدم اكسيد النيتروز كبديل لمفعول المخدرات يعني. ما هو بالعقل حاجه بتعمل هلوسه وضحك هستيري ملهاش حل غير انها مخدر، بس ما صدقوا لقيوا حجه. على طول انجلترا طلعت قرار عام 2016 بمنع تقديم الغاز لاي غرض ترفيه، ومن يخالف الامر يحاسبه القانون. هو اي حجه وخلاص بقى عشان لما لقوا انه عمل ضجه وكده، فاهم؟ بس اللي بحمد ربنا عليه ان الغاز ده ما وصلش للشعوب العربيه، او على الاقل يعني للشعب المصري، لان احنا بسم الله ما شاء الله يعني اكتر شعب رغم اي حاجه بتلاقينا بنضحك والدنيا زي الفل. واللي زي الفل اكتر انك وصلت معايا لاخر السهره القصيره اللي انتهت علعلى خير. نتقابل في السهرات الجايه. لو مهتم باخبار المحتوى ممكن تجيلي انستا. وبس كده يا مندمج. 무궁화 꽃이 피었습니다.